السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هقدم لكم دلوقتي إن شاء الله الفصل 19 من رواية جبل. بس زي ما احنا متعودين في بداية كل فيديو جديد، قبل ما نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا بعرض لكم الكومنتات بتاعتكم اللي بتجاوبوا فيها على السؤال بتاع نهاية الفصل اللي فات. والسؤال كان بيقول: يا ترى الظرف والجواب اللي جم لجبل في نهاية الفصل اللي فات مين اللي بعتهم وفيهم ايه؟ ودلوقتي أول كومنت معانا من الكومنتات بتاعتكو. عائش بتقول أكيد الجواب ده من هايدي، يا إما بعت ورق مناقصة وكده، إما زياد كان مصور دهب وهي خدتهم منه، وبرضه ده مش أكيد. والكومنت اللي بعده من روان رامي، بتقول أظن شتم دهب، وأكيد اللي في الظرف حاجة لدهب. معرفش ليه كل لما الدنيا تبقى تمام بين جبل ودهب حاجة تانية تحصل. وبتقول كمان تسلمي بجد الفيديو كان جميل، تسلم ايدك يا منون. تسلمي لي انت يا قمر، يا رب ما تحرمش منك يا جميلة. والكومنت اللي بعده والأخير من كومنتات الإجابات بتاعتكم من بشاير، بتقول أنا أتوقع اللي شتمها دي خطيبته، شكلها كاتبة تهديد أو حقيقة دهب والله أعلم. ونختم بقى بالكومنتات اللطيفة دي من الناس القمر دول: بشاير وعائش، وأخيرا غرام اللي كانت غايبة بقالها فترة طويلة ووحشتني جدا. تسلمولي يا قمرات وما تحرمش منكم أبدا يا حلوين. ودلوقتي بقى بعد ما خلصنا المقدمة نقدر نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا. بس يا ريت قبل ما ابدا ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقيه الروايه ان شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا. وقفنا في الفصل اللي فات لما جبل جاله جواب وظرف من حد هو ما يعرفوش، واول ما فتح الظرف ده شتم واحده. دلوقتي بقى هنعرف ايه اللي في الظرف ومين اللي بعته ومين اللي جبل شتمها دي. سليم اتدخل هنا لما حس ان جبل اتعصب. في ايه يا جبل؟ ايه اللي لقيته في الظرف عصبك كده؟ لكنه ما لقاش رد من جبل، فمسك الظرف بايده وفتحه، وللاسف لقى صور لهايدي وزياد وعرف انهم اتجوزوا. جبل قال بعصبيه وغيظ: ماشي يا هايدي، اما انت يا زياد زود ذنوبك اكتر واكتر. سليم ما بقاش عارف يقول ايه الجبل لانه كان مصدوم اكتر من جبل. ايه اللي بيحصل ده وايه المصايب دي كلها؟ بس بعد فترة قال لجبل: كده مناقصة بكرة راحت علينا. جبل بعصبية: لا ما راحتش، وعلى جثتي لو المناقصة دي راحت. طب اهدى بس يا جبل كده، اهدى وقول لي اللي في دماغك واحنا هنعمله. قبل اي حاجة انا في مشوار لازم اعمله الاول، اخلص من الصداع اللي في دماغي ده وبعد كده افضل زياد. والمشوارين دول بخصوص دهب؟ ايوه يا سليم انا هتجنن، انا ما بقتش عارف حاجة، خايفة اقرب منها اخد حقي منها تطلع اختي. انت عملت ايه في التحاليل اللي اديتها لك تعرضها على الدكتور؟ انا وديت التحاليل لدكتور بس عشان قديمه شويه فمن زمان والكتابه مش واضحه قوي، بس ان شاء الله الدكتور هيرد عليا النهارده واطمنك. وكان بيضغط على كتف جبل وبيحاول يهون عليه، بعدين استأذن منه وقال له: انا هطير انا بقى اخلص شويه حاجات واشوف الدكتور واكلمك اول ما النتيجه تطلع. ماشي يا صاحبي، معلش تعبك معايا. عيب يا جبل، احنا مش صحاب، احنا اخوات. وحضنوا بعض حضن خفيف كده وسليم ساب جبل وطلع مشي. هنا جبل استغل الفرصة وطلع لمامته فوق على أوضتها، خبط الباب ودخل، بس استغرب إنه دخل وما لقاش سيف، لأنه كان قايل لسيف يطلع لمامته فوق، وسيف كان طلع فعلا، بس طالما ما راحش لمامته يبقى راح فين؟ سهير طبعا كانت عاملة نفسها زعلانة من جبل وما بتكلموش، لكن جبل فضل يحاول معاها كتير، وبدأ يتكلم معاها بهدوء ويقول لها: يا أمي أنا عمري ما أزعل منك، أنت حياتي كلها. بأمارة ما كدبتني وصدقت حتة البت دي، معرفش انت متمسك بيها على ايه يا جبل. اهدي بس يا أمي كده، اهدي. مش ههدى يا جبل، وزي ما قلت لك يا انا يا هي في البيت ده. انا قلت لك يا ابني البنت دي ما تجوزلكش ما تجوزلكش، قلت لك اختك، انت بتفهم ازاي؟ وحتى لو اختي زي ما انت بتقول يا أمي ارميها في الشارع. هنا سهير سكتت شوية وردت بعد كده وقالت له: جبل انت نمت معاها؟ لا يا أمي، انا ماسك نفسي بالعافية لما اتأكد الاول هي اختي ولا لا. بس انت ليه بتقولي ان هي اختي يا أمي وجد بينكر كده؟ وكمان التحاليل اللي جد اداها لي اطمن منها. يا جبل محدش هيحبك قدي، انا قلت لك اللي كنت اعرفه تمام، وانت يا ابني طبعا اتاكد، بس الاجابه كلها عند ليلى. انا هتاكد بطريقتي كويس يا امي، اهم حاجه انت ما تزعليش مني، واصبري عليا يا ستي، واوعدك لو طلعت اختي او مراتي في الحالتين انت جزمتك على راسي. هنا سهير حضنت جبل وبدات تطبطب عليه، وجبل بس ايديها وبس دماغها وقال لها: هو فين سيف صحيح؟
معرفش، ما انا كنت سايباكوا تحت انتوا الاتنين. انا قلت له ان هو يطلع يرضيكي، بس مش عارف هو راح فين. انا هطلع بقى اشوفه، وعندي مشوارين كده عايز اعملهم. على فكره، هايدي اتجوزت زياد. يا نهار ابيض، انت بتقول ايه يا جبل؟ زي ما سمعتي والله يا امي. وخرج وساب مامته مصدومه من الخبر اللي سمعته. خرج يدور على سيف، لكن سمع صوت ضحكة دهب وسيف كان جايب لاخر الطرقه. فتح الاوضه ودخل عليهم، لقاهم هما الاتنين قاعدين على السرير بيضحكوا. سيف بص الجبل اول ما دخل وقال له: تعالى تعالى يا جبل، ده انت فاتك نص عمرك، ده انا تعبت من كتر الضحك من دهب، دمها خفيف قوي يا جبل. جبل بزعل: بجد دمها خفيف؟ انا ما شفتش منها غير العياط والصريخ، انما الضحك ده ما شفتهوش لسه. بعدين بص لدهب بزعل كده وقال لها: ما نمتيش ليه؟ مش قلتلك نامي؟ دهب بخوف: انا كنت هنام، بس لقيت الباب بيخبط ولقيت اخوك دخل وفضلنا نحكي بقى ونتكلم. هنا سيف اتدخل وقال له: ايوه فعلا انا اللي دخلت، ما تزعلش مني بقى، دي مرات اخويا وبعدين بنت عمي، وكنت حابب اتعرف عليها. جبل بتريقه: واتعرفت يا اخويا؟ انزل بقى يلا، ساعد سليم في الشغل اللي في الشركه اللي متلتل على دماغنا ده. فعلا سيف خرج من الاوضه وساب جبل ودهب فيها. ما انت بتعرفي تضحكي اهو، امال ليه دايما الصريخ ليا انا؟ ما هو العيب منك انت، ما انت اللي ما بتضحكنيش. جبل رفع حواجبه كده وقال لها: كمان العيب مني؟ طب البسي يا اختي عشان اخدك واروح لامك. هنا دهب ما استحملتش الفرحه: بجد هتوديني لامي؟ وحضنت جبل جامد وقالت له: بحبك بحبك قوي. جبل ما بقاش عارف يعمل ايه، ولا بقى عارف رد الفعل هيبقى ايه. لف ايده الاتنين حوالين وسطها وخدها في حضنه ثواني بسيطه، وبعدين قال لها: يلا البسي بقى عشان ما نتاخرش. حاضر. دهب دخلت الحمام عشان تغير هدومها، وجبل كان مستنيها بره في الأوضة، لكن للأسف هي دخلت الحمام ونسيت هدومها على السرير، وكانت عريانة في الحمام، فنادت على جبل يناولها هدومها. معلش يا جبل، ممكن تناولني الهدوم عشان نسيتها على السرير ومعيش حاجة البسها؟ هو انت دايما كده ناسية نفسك؟ فين هدومك دي؟ وخد الهدوم فعلا من على السرير، وهي كانت مادة ايديها من الباب عشان تاخد الهدوم، وجبل اداها الهدوم في ايديها، بس ما كانتش عارفة تمسكها كويس فوقعوا منها. ما تمسكي يا بنتي هدومك كويس. وجبل وطى في الأرض عشان يجيب الهدوم اللي وقعت، وهي في نفس الوقت كانت بتحاول تمد ايديها الاتنين تاخد الهدوم. الباب اتفتح. جبل رفع وشه من الأرض وبصلها، وبعدين وبعد فترة من الوقت بين جبل ودهب، جبل قام من على السرير شبه مصدوم، وهو بيبص لدهب اللي كانت قاعدة ولما رجلها على السرير ودفس راسها بين رجليها. جبل وهو بيشاور على السرير وبيبص لدهب ويقول لها: ازاي ده انت طلعتي؟ وقبل ما يكمل كلامه تليفونه رجع رن تاني. أخد تليفونه ورد، وكان سليم. سليم قال له: فينك يا عم؟ ده كله برن عليك من بدري عشان اقولك ان نتائج التحاليل طلعت. جبل بصدمة: انت بتقولي يا سليم؟ وهو بيبص على السرير وبيبص لدهب اللي كانت قاعدة على السرير. زي ما بقولك يا جبل، زي ما سمعت كده، التحاليل بتقول ان عمك ما كانش بيخلف. ما كانش بيخلف يعني ايه؟ انت متأكد يا سليم؟ والله زي ما انا متأكد اني بكلمك كده يا جبل. الدكتور قال لي ان الشخص صاحب التحاليل دي مستحيل كان يخلف، لانه كان عنده عقم، يعني ما كانتش مجرد مشكلة وهتتحل، لا ده عقم، يعني مستحيل انه يخلف. جبل طبعا كان حاطط التليفون على ودانه وبيسمع كلام سليم، بس ما نطقش ولا اتكلم حاجة عشان دهب كانت قاعدة على السرير وهو مش عايزها تعرف حاجة. خد التليفون وطلع على البلكونة يكلم سليم بعيد عن دهب عشان دهب ما تسمعش حاجة. سليم حس بسكوت جبل، حب يطمن وقال له: اهدى بس يا جبل، هو كان في حاجة حصلت يعني ولا ايه؟ جبل بصدمة وبصوت يكاد ان هو ما يتسمعش اساسا: مصيبة مصيبة يا سليم، انا نمت معاها. يا نهارك ابيض يا جبل، انت بتقول ايه؟ ازاي تعمل كده يا جبل؟ ما انت شاكك من الاول انها مش مراتك، وكنت شاكك انها اختك. المصيبة بقى انها طلعت بنت بنوت ومحدش لمسها ولا حد قرب لها. يعني انا دلوقتي ما بقيتش عارف حاجة في اي حاجة يا سليم، لازم افهم لغز الحكاية دي، والحكاية دي حلها عند جدي وعند ام دهب ليلى. طب يستحسن انك ما تعرفش مامتك حاجة ولا تعرف دهب ولا تعرف حد حاجة خالص،
لأن الموضوع مش مستحمل من الكلام يا جبل. من غير ما تقول أنا عارف أنا هعمل إيه. المهم أنت خلي بالك من الشركة ومن الشغل، وسيف معاك. لا يا جبل، انسى موضوع إن أنا وسيف نهتم بالشغل لوحدنا. في حاجات كتير قوي واقفة عليك، لازم تكون أنت موجود فيها. مفيش حاجة أهم من اللي أنا فيه دلوقتي يا سليم. ولو قصدك على المناقصة، أنت موجود أنت وسيف. لا يا جبل، أنت لازم تحضر المناقصة دي. أنت لو ما حضرتش المناقصة دي هتروح مننا، والشركة هتخسر كتير قوي، واللي أنت بنيته في سنين هيضيع في ثواني. طب اقفل يا سليم وأنا هتصرف. جبل قفل مع سليم، وهموم الدنيا والآخرة كلها في دماغه، ما بقاش عارف هيعمل إيه. بدأ يهدف نفسه عشان دهب ما تاخدش بالها، ودخل الأوضة جوه بس ما لقاش دهب على السرير. سمع صوت مية مفتوحة في الحمام، فعرف إنها دخلت تاخد شاور. قرب على السرير وفضل يبص على بقعة الدم اللي كانت في السرير، وشد الملاية من على السرير خالص، وجاب مقص وقص المنطقة اللي كان عليها بقعة الدم دي، وفضل باصص عليها شوية وقال: يا ترى ايه حكايتك يا دهب؟ فيكي حاجة غريبة قوي شداني ليكي. أنا بدأت أصدق إنك أختي، وإن الدم بيحن من كتر ما أنا متعلق بيكي. بس بعد المصيبة والكارثة اللي حصلت دي، بتمنى من ربنا إنك ما تكونيش أختي. على خروج دهب من الحمام، خبى قطعة القماش عشان دهب ما تشوفهاش. دهب كانت ملاحظة على جبل التوتر، ولاحظت كمان إنه شال ملاية السرير. قربت عليه وقالت له وهي حاطة دماغها في الأرض: هو أنت زعلان على اللي حصل ما بينا؟ مش أنت دايما كنت بتقولي إن مراتك وإن ده من حقك؟ طب زعلت ليه لما خدت حقك؟ هي كانت بتكلمه وهي واقفة قدامه، بس كانت منزلة راسها وبتبص في الأرض، كانت مكسوفة منه ومن اللي بينهم. جبل مد إيده حطها على دقنها ورفع وشها ليه وقال لها: شكلك وحش قوي انت مخبية عينيكي عني. هنا دهب بدأت تبتسم، بس ابتسامة بدموع. انت مبسوط باللي حصل ما بينا؟ بعدين سكتت شوية ورجعت كملت كلامها وقالت: انا صحيح مجنونة، انا ازاي اقولك كده؟ انت واحد مجبور على الجواز مني، لولا جدي ما كنتش اتجوزتني اصلا. اكيد اللي حصل ده كانت لحظة شهوة وخلاص، انما بالنسبة لك انا ولا حاجة. ودموعها نزلت تاني. انت وعدتني انك هتوديني لامي، بعد اذنك وديني لامي وطلقني. هي كانت بتتكلم ووشها بقى عبارة عن مية بسبب الدموع اللي نازلة من عينيها، ما بقتش قادرة تسيطر على نفسها. قعدت على السرير وحطت وشها في المخدة وفضلت تعيط. جبل واقف مكانه ومش عارف يعمل لها ايه، مش عارف اقرب لها. كل اللي في دماغه جملة سليم ليه: عمك مش بيخلف، يعني دهب دي مش بنت عمه. وجملة مامته سهير: البنت دي تبقى اختك. وصوت عيطها وهي بتعيط على اخرها من اللي حصل ما بينهم ومن رد فعل جبل. بس هي ما تعرفش ان رد فعل جبل ده بسبب موضوع انه فاكرها اخته. هي طبعا ما تعرفش موضوع ان جبل فاكرها اخته. جبل قرب منها بالراحة بس من غير ما يلمسها، وقال لها: اهدي طيب يا دهب وقومي كملي لبسك، وانا وعدتك اني هوديكي لمامتك وهاجي معاكي واعمل لك كل اللي انت عايزاه. دهب شالت دماغها من المخدة وبصت له بدهشة: يعني ايه؟ وافقت تطلقني وتوديني لامي خلاص؟ ما صدقت. جبل وهو بيحاول يهرب من الرد: انا عندي مشوار مهم لازم اعمله، وهرجع اعمل لك كل اللي انت عايزاه. المهم ما تتحركيش من هنا لحد ما اجي. يعني خلاص كده هتطلقني؟ لكن جبل مردش عليها، واتحرك من قدامها وخرج من الأوضة وقفل الباب وسابها في الأوضة. كان نازل على السلم مش شايف قدامه، مش عارف يتكلم ومش عارف يقول ايه، لدرجة ان مامته ندهت عليه مردش عليها. استغربت وقالت له: انت مش سامعني يا جبل؟ لكن هو برضه مردش وركب عربيته وخرج. طول الطريق وهو سايق بيفكر ويقول: يعني ايه؟ اللي حصل ده معناه ايه؟ دهب لو اختي انا نمت معاها، بس هي كانت لسه بنت. ليه جدي قال لي انها حامل؟ ليه؟ كمان جدي قال لي ان دي بنت عم سليم، وعمي طلع ما بيخلفش، يبقى دهب مش بنت عمي. تبقى اختي زي ما امي قالت؟ لا دي مصيبه سودة. انا لازم ارجع واخد دهب واطلع على بيت امها، واطلع على جدي واعرف الحكايه. وفعلا لف بالعربيه وهيرجع على الفيلا. في الفيلا بقى دهب كانت لسه في الاوضه، فضلت تعيط وتصرخ وتقول: يعني ايه؟ انا ماليش حظ، ما صدقت حد يحبني وهرجع تاني لعذاب جوز امي وقهر جدي. ليه يا رب ارحمني. والوهله كانت فاقت من الصريخ والعياط وهي بتغير هدومها، والمره دي بقى فعلا قررت انها تهرب. جبل قرر ينفذ اللي في دماغه ويسافر لأم دهب ولجده عشان يتأكد. رجع بعربيته تاني بعد ما كان في طريقه للشركة، وللأسف دهب كانت قررت هي كمان تهرب من جبل
لما حست إن جبل ما بقاش متمسك بيها. لمت هدومها وقررت تهرب. كانت نازلة الجنينة تتسحب عشان محدش يحس بيها، ولحسن الحظ إن جبل كان راجع من بره. لما جت جبل تخرج من الباب لاحظت عربية جبل جاية. دخلت تاني من الباب واستخبت في الجنينة وسط الشجر، وحطت ايديها على بقها عشان ما تطلعش صوت وتتقفش. نزل جبل من عربيته متجه لفوق عشان ياخد دهب ويروح لمامتها، لكن حس بخروشة في الجنينة. التفت وراه ملقاش حاجة، لكن للأسف سمع الخروشة تاني. كان في قطة في الجنينة كانت رايحة ناحية دهب، ودهب بتخاف من القطط فكانت بتحاول ترجع لورا، عشان كده كانت دهب بتعمل حركة. المرة دي بقى لما جبل بص وراه لقى خيال، فاتأكد كده إن في حد في الجنينة. طلع سلاحه من العربية وقرب من الخيال، لكنه اتفاجئ بدهب قدامه. بتعملي ايه هنا؟ جبل فضلت تتهته وما بقتش عارفة تقوله ايه. جبل شدها من ايدها جامد وقال لها: كنت عايزة تهربي يا دهب؟ أنا موقف حياتي كلها عشان خاطرك وانت كنت عايزة تهربي بعد ده كله؟ دهب وهي بتحاول تشد دراعها من ايده: سيب دراعي، ايدي بتوجعني. انت كنت عايزني اعمل ايه؟ استناك لما ترجعني لجوز امي وجدي؟ يبقى ملوش لازمه يا بيه، هريحك انا واسهلها لك وامشي، بس المره دي صدقني مش هتعرف لي طريق. ودموعها نزلت وهي بتتكلم. جبل ساب ايديها وشدها لحضنه وضغط عليها جامد، وهي ما صدقت ان هو اخدها في حضنه. اتفتحت في العياط وبدأت تعيط بصوت عالي، وقالت له: ابعد عني عشان ما ترجعش تندم تاني زي اللي حصل فوق. اسكتي. وبعد مرور دقايق أو ثواني جبل قال لها: اهدي يا دهب، أنا مش هسيبك، أنا عايزة أتأكد من حاجة بس وأجيبك تاني معايا هنا، أوعدك صدقيني. هنا دهب بدأت تهدى، وفعلا صدقت جبل. جبل حط إيده على خدها وقال لها: ما تعيطيش تاني بقى عشان شكلك ما بيبقاش حلو. هنا دهب بدأت تضحك، بس ضحكة بعياط مصحوبة بدموع. يلا بقى عشان هنروح لمامتك. ودهب ركبت مع جبل العربية، وفي طريقهم لبيت ليلى مامة دهب. في مكان تاني في فيلا زياد. طبعا كلنا عارفين ان زياد وهايدي اتجوزوا، وزياد اتجوز هايدي عشان يوقع بينها وبين جبل. طيب ايه هي اصلا مصلحة زياد؟ اولا هايدي عندها شركة باباها متحدة مع شركة جبل، فبياخد كل الصفقات من زياد، ومحتلين السوق. زياد مش عارف ياخد ولا صفقة، فلما هايدي تتخانق مع جبل وتبقى هي وزياد حبايب، يتحدوا سوا هما الاتنين ضد جبل ويوقعوا شركة جبل. ده بقى اللي بيخلي زياد يوقع بين جبل وهايدي. وفعلا زياد هو ونهى قدروا يوقعوا بين جبل وهايدي. وهايدي فضلت تقول إنها لازم ترد الألم لجبل، ولازم تدفعه تمن اللي عملوا فيها، ولازم تحرق قلبه زي ما هو حرق قلبها. حل الموقف وعرض عليها الجواز. هي في الأول كانت مصدومة وما كانتش موافقة، بس زياد فضل يقنعها ويقول لها إن هما لو عملوا كده هتحرق دم جبل وتعلم عليه. واتفقوا فعلا في نفس الليلة على الجواز، وبعتوا دعوة الفرح لجبل. ده كان فرحهم بقى النهاردة، في نفس الليلة اللي جبل خد فيها دهب وراحوا لمامتها. كانت هايدي قاعدة بفستان الفرح على الكرسي وبتهز في رجليها على دخول زياد عليها. ايه يا عروسة انت لسه بالفستان؟ هي في عروسة هتقضي الدخلة بالفستان؟ هايدي بصت له بس ما ردتش، وكملت هز في رجليها وهي قاعدة على الكرسي. زياد قال لها: هو في ايه يا هايدي؟ هو انت مش سامعاني؟ ما بترديش ليه؟ قومي غيري الفستان ده كده وخليها ليلة حلوة. هايدي قامت من على الكرسي وقالت له: هو في ايه يا زياد؟ هو انت نسيت احنا متجوزين ليه؟ فضلت تقول لي الجواز هيحرق دمه وهو ما عملش حاجة خالص، ده حتى ما جاش في الفرح. انا غلطانة اني سمعت كلامك. وهي بتخلع الطرحة وترميها على الأرض. كانت متعصبة جدا وكان واضح عليها. زياد حاول يقرب منها عشان يهديها، صاحت فيه وقالت له: ابعد ايدك عني واعمل حسابك انك مش هتقرب لي ومتحرمة عليك، والجوازة دي مش هتتم شرعا، وانت فاهمني كويس يا زياد يعني ايه. لحد بقى ما تجيب لي حقي من جبل ومن البنت الجربوعة اللي معايا دي وتطفي ناري، بعد كده بقى ابقى مراتك واسيب لك نفسي واسيب لك شركتي واسيب لك فلوسي. انما لو مش هتعمل كده يا زياد، تعمل في حسابك انا هخلي بابا يطلقني منك، ومش كده وبس، وكل عقود الشراكة اللي بين شركتنا وشركتك نلغيها، وما تنساش الشرط الجزائي اللي انت ماضيه، ونص شركتك اللي انت كتبتها ليا مهر، ده غير القايمة اللي انت ماضي عليها بمبلغ خيالي، واعتقد ان المبلغ ده مش معاك. زياد بدأ يعرق من كلام هايدي وتوتر اكتر وخاف من كلامها، وبان عليه انه ماضي على نفسه مبلغ خيالي عشان يقنع هايدي ان هو مش طمعان في فلوسها، يعني لو معرفش يعمل لها اللي هي عايزاه هيتحبس وهيبقى خسر كل حاجة. زياد بدأ يهدي فيها وحط ايده على كتفها وقال لها: اهدي يا حبيبتي.
صرخت فيه وقالت له: قلت لك ابعد ايدك عني. حاضر حاضر هبعد ايدي. وهو بيبعد ايده عنها وبيقول لها: الليلة اوعدك هجيب لك خبر جبل وخبر البنت اللي معاه. هايدي بدلع: ساعتها بقى ابقى ملكك، وكل فلوسي ملكك، وشركتي وكل ما املك ملكك انت. زياد ابتسم ابتسامة صفرة وطلع تليفونه ورن على حد. ايوه يا صباح، انت ما خلصتناش ليه وحطيت السم زي ما قلتلك؟ صباح بصوت واطي جدا: والله يا بيه هو ما قعد في البيت ولا كل حاجة، هو طلع على مكان اسمه عشان خاطر يروح للست مراته دهب. ما تعرفيش هو رايح ليه؟ لا والله يا بيه ما اعرف حاجة، بس في حاجات غريبة بتحصل في الفيلا هنا وحاجات مش مفهومة. زي ايه يا صباح؟ والله يا بيه ما انا عارفة حاجة، بس انا هحاول اعرف لك كل حاجة النهاردة من سهير هانم وابلغك. طيب يا صباح، وفتح عينك كويس عشان يبقى لك الحلاوة، واول ما يرجع البيت تنفذي الخطة اللي انا متفق معاكي عليها. حاضر حاضر يا بيه، انا هقفل بقى عشان الست سهير بتنادي عليا. وقفلت السكة. صباح دي طبعا الشغال اللي بتشتغل في فيلا جبل، وزياد مجندها ومديها فلوس عشان تنقله كل الأخبار، ومتفق معاها كمان على خطة عشان يخلصوا من جبل ودهب. زياد أول ما قفل السكة معاها رن على شخص تاني وقال له: عايزك في مصلحة. أمورني يا زياد بيه، طالما مصلحة فيها فلوس. فيها فلوس وفيها فلوس حلوة قوي، وغير كده كمان هحليلك بقك. أمر يا باشا. هبعتلك صورة دلوقتي على التليفون لشخص، وهبعتلك رقم عربيته، وهبعتلك المكان اللي هو رايحه، وتدور عليه انت بقى في الطريق اللي بيودي للمكان ده. وبعدين يا باشا، انا بعتلك الصورة على الواتس دلوقتي. الشخص اللي انا بعتلك صورته ده معاه بنت تبقى مراته، عايزك تخلص عليهم الصبح يكونوا بياخدوا عزاهم. وقفل السكة معاه، وقبل ما يقفل قال له انه هيحول له مبلغ من الفلوس دلوقتي. في مكان تاني جبل ودهب بقى كانوا في طريقهم لبيت مامة دهب. كانت دهب نايمة على كتف جبل من التعب اللي هي كانت حاسة بيه من كتر العياط. كانوا في نص الليل والطريق فاضي ما فيهوش حد. جبل كان سايق وكل شوية يبص على دهب ويفكر في كلام أمه وكلام جده وكلام الدكتور، ودماغه كان فيها مليون حاجة. وفجأة جبل لاحظ إن في عربية ماشية وراهم وبتراقبهم وبتحاول تخبط فيهم. حاول يشوف لو في طريقة يهرب منهم، ومع تحركه دهب كانت نايمة على كتفه ففاقت. أول ما دهب فاقت جبل قال لها: انزلي في الدواسة. إيه؟ اللي انت سمعتيه، انزلي وما ترفعيش راسك مهما حصل. دهب قبل ما تسأل ليه كان في صوت ضرب نار، والعربية اللي وراهم بتضرب عليهم نار. دهب صرخت ونزلت في الدواسة زي ما جبل قال. جبل كان سايق على أعلى سرعة موجودة معاه، وبيحاول يتلاشى طلقات الرصاص عشان كان خايف على دهب، لكن للأسف العجلة نامت لأن جت فيها رصاصة. العربية وقفت وكانت بتطلع دخان. كان لازم جبل هنا ينزل، ففتح الباب بسرعة جدا وقال لدهب: يلا يا دهب. على فين؟ ما تخافيش. وخد ايديها ونزلوا في حتة مضلمة وتسللوا المكان يشبه الغابة، فيه شجر وزرع وعتمة الليل. مجرد انهم نزلوا وبعدوا شوية عن العربية كلها ولعت. هنا العربية التانية هي كمان وقفت، بس كانت بتتفرج على الموقف من بعيد لحد ما العربية ولعت. رجالة العربية التانية عشان يطمنوا ان جبل والبنت اللي معاه ماتوا قربوا على عربية جبل، بس لقوها فاضية. هنا تأكدوا ان جبل والبنت اللي كانت معاه نزلوا قبل ما العربية تتخبط، لأن العربية اتخبطت خبطة جامدة، بس جبل ودهب كانوا نزلوا في الوقت المناسب. جبل كان في الغابة هو ودهب، وجبل كان بيحاول يلاقي أي مكان يخبي دهب فيه. الراجل بقى اللي زياد كان مكلمه كان اسمه متولي ده لما لقى العربية فاضية اتصل على زياد كان قاعد على نار مستني خبر جبل ودهب، وفجأة تليفونه رن. أول ما تليفون زياد رن لقى اسم متولي، رد بسرعة وقال له: هاي طمني، أقرأ عليهم الفاتحة؟ متولي بخيبة أمل: العربية ولعت وهم اتخبطوا، بس للأسف كانوا نزلوا منها. انت بتقول ايه؟ انا مالي ومال العربية، انا عايزهم هم اللي يولعوا. هايدي كانت نايمة وفاقت على صوت زياد وهو بيزعق. قامت من على السرير وقربت لزياد وقالت له: هاي طمني. لكن زياد شاور لها بإيده يعني اسكتي.
وكمل كلامه مع متولي وقال له: هم اكيد في مكان قريب من العربيه، لان الدنيا ليل والحته اللي انت بتقول عليها دي مقطوعه. اقلبوا المكان انت والرجاله اللي معاك، ولو عوزت رجاله تانية هات وانا هدفع لك. اعمل حسابك لو خبر جبل ما جاليش النهارده هو والبنت اللي معاه، انا هدفع لغيرك مقابل عمرك. الليله دي يجيني خبرهم. وقفل السكة. متولي قال لرجالته يقلبوا المكان عليهم ويتوزعوا في كل مكان، وفعلا بدأوا يدوروا عليهم في المكان. هايدي بدأت تسأل زياد: هو ايه اللي حصل؟ طمني. زي ما سمعت كده، بس جبل هرب هو دهب. يعني ايه يعني؟ اهدي بس يا هايدي، هيلاقوهم النهارده. هنقرا الفاتحه على روح جبل والبنت اللي معاه. هايدي سكتت شوية وبعدين قالت له: وانت قاعد هنا مستني ايه؟ مش الرجالة قالت لك مكانهم؟ قوم البس وروح لهم ودور معاهم، ولو عايزني اجي معاك انا كمان اجي. اهدي بس يا هايدي اهدي. هايدي قامت من مكانها وقالت له: خلاص خليك مكانك، انا هنزل انا مع الرجالة ادور عليهم. لكن زياد لما لقى هايدي مصممة انها هي اللي تنزل، قال لها تهدى وان هو اللي هيروح لهم. وفعلا قام غير هدومه ونزل راح للرجالة، والمكان كان قريب من زياد فوصل لهم بسرعة. اول ما وصل: ايه يا متولي وصلتوا لايه؟ قلبين المكان يا باشا، لازم نلاقيهم قبل ما النهار يطلع عشان ما نروحش كلنا في داهيه. وبدأ يدور معاهم في الغابة. دهب برعب: مين دول يا جبل؟ اسكتي مش وقته، ما تتكلميش عشان الصوت، عشان ما حدش يعرف طريقنا. وهو بيمشي في الغابة وهي معاه. جبل كان بيحاول يلاقي مكان فيه شبكة عشان يكلم سليم، لكن للأسف مفيش شبكة في الغابة. فبعت له رسالة بكل اللي حصل وقال له يتصرفوا كده. دهب بعياط وخوف: طب احنا رايحين فين؟ جبل سكت ومردش عليها عشان كان بيحاول يفكر هيطلع من الموضوع ده ازاي. الرجالة كانت بتدور بكشافات وقلبين المكان. واحد من الرجالة قال انه لقى حاجة، والحاجة دي كانت هي فردة حلق دهب وقعت منها. زياد قال له: يبقى هما هنا، انتوا روحوا من الطريق ده واحنا من الطريق ده، واللي يلاقيهم يبلغ التاني. شوية وهما ماشيين دهب وقعت فصرخت من الألم. الرجالة سمعوا صوتها: اسكتي، رجلي وجعاني. معلش هشيلك. وفعلا جبل شالها ومشي خطوتين، بس يا خسارة اتفاجئ بيهم محوطينه من جميع الاتجاهات. دهب أول ما شافت الوضع كده اترعشت من الخوف ومسكت في جبل. جبل حوطها بإيديه ونزلها لأنه كان شايلها ووقفها ورا ظهره، تكاد تكون ما تظهرش أصلا من جسم جبل وعضلاته. كان مخبيها بجسمه عشان ما تخافش أكتر، وكان موقفها وراه عشان يحسسها بالأمان وعشان محدش يطمع فيها. زياد اتكلم وقال بكل بجاحة: آسف والله يا جبل، عارف إن انتوا عرسان جداد، بس مش هاخد من وقتك كتير. جبل وغضب واستحقار: عايز ايه؟ لا مفيش، أنا قلت أجي أطمن عليك أنت وعروستك القمر دي. وحاول يقرب من دهب. جبل حط إيده على كتف زياد وزقه لورا بيمنعه يقرب منها. زياد بضحكة كلها سخرية: اهدى بس يا جبل، وبعدين ما هي كانت في بيتي، هو انت نسيت؟ وشبعت منها. كداب، ما قربتش منها ولا لمستها، ومحدش لمسها غيري، وانا اتأكدت. العب لعبة تانية يا زياد، مش انت اتجوزت هايدي؟ عايز ايه تاني؟ زياد عرف ان جبل اتأكد انه ما لمسش دهب، رد وقال له: واخد الموضوع بصعوبة كده ليه؟ خليك هادي عشان الموضوع يعدي. جبل بعصبية وصوت عالي: عايز ايه؟ هنا دهب كانت رجلها وجعاها، قعدت في الأرض من وجع رجليها. جبل نزل ووطى عليها وقال لها: معلش استحملي، هنمشي دلوقتي. كان بيحاول يطمنها. زياد قال له: طب من الآخر بقى عشان شكل عروستك تعبانة. جبل بعصبية وهو بيقف قدام زياد: مالكش دعوة بيها، خليك معايا. طيب، عايز امضتين منك، واحدة تنازل عن الصفقة والتانية تنازل عن أملاكك. وبعدين كمل بضحك: ويا ريت بقى لو في امضة تالتة كده تنازل عن الفرس اللي معاك دي. جبل ما استحملش كلامه، خبطوا برجله في بطنه. لكن رجالة زياد شدوا سلاح وصوبوه ناحية جبل، والدهب هتموت من الخوف وماسكة في رجل جبل جامد. زياد كان بيحاول يقوم من الأرض وهدى الرجالة وأمرهم إن هم ينزلوا السلاح. احنا مش هنموتهم الأول، أنا هسيب لكم جبل تتسلوا بيه، وبالمرة يمضي على الكام ورقة دول. بس أنا للأسف مش هقدر أشوف المنظر ده، جسمي بيقشعر. كان بيتكلم بمنتهى البجاحة وكمل وقال: فريح شوية في العربية أنا ومدام جبل لحد ما تخلصوا الموضوع. وقرب زياد من جبل وحط إيده على دهب. دهب مسكت جامد في جبل. جبل حاول يمنعه بس 5 مسدسات على دماغه، فما باليد حيلة. جبل خاف على دهب مش على نفسه، فقال لزياد: يعني انت عايز امضتي على كام ورقة دول؟
موافق، همضيلك ونمشي انا ودهب. زياد بضحكة عالية: لا، انت هتمضي وتمشي لوحدك، بس عروستك هتقعد معانا شوية. ايه رأيك يا جبل؟ تمشي احسن وتسيب عروستك، ولا تموت وكده كده هناخدها؟ جبل بكل جرأة: خدها. زياد وهو بيشد دهب وبيضحك قال لرجالته: بعد ما الباشا يمضي خلصوا عليه وادفنوه، وتعالوا اتمتعوا شوية بمراته معايا. وبكده يكون الفصل بتاعنا النهاردة خلص. أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه. عاوزاكوا بقى تكتبولي في الكومنتات تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، ويا ترى جبل هيعرف يطلع من المصيبة اللي هو فيها دي ولا لأ، ودهب زياد هيعمل لها حاجة ولا لأ، وتفتكروا برضو ليه يا ترى جبل وافق ان زياد ياخد دهب. وبس كده، يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. وزي ما وعدتكم في البوست اللي كنت منزلاه على المنتدى لما كنت بعتذر عن عدم تنزيلي فيديو يوم الخميس، وقلت لكم اني هطول لكم في مدة الفيديو اللي جاي، وهو الفيديو مدته طويلة ومليان أحداث كتير، بس الصراحة النهاية مستفزة شوية. ويا ريت بقى لو الفيديو عجبكم فعلا ما تنسوش تسيبولي آراءكم اللطيفة في الكومنتات، آراءكم اللي بتفرحني جدا وبتشجعني أكمل. ويا ريت كمان لو شايفين ان الرواية جميلة وممتعة ممكن تشاركوا قائمة التشغيل بتاعتها عندكم على الستوري أو بين أصحابكم وقرايبكم. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. ما تنسوش بقى تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.